السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم وصفة كيفاش اللي عنده الصلع في الراس ولا الفراغات. جبت لكم هاد الوصفة هادي سحرية زوينة، انها كتقوي الشعر وكتملأ الفراغات وكتطول الشعر في مدة اسبوع. كيبان لكم الفرق اللي كان عندكم من قبل وكيفاش البعد. كنحتاجو غير بمكونات انهم تعالجي بهم الشعر ديالك مع حلول الخريف. دابا في هذا الوقت الخريف كيكون تساقط الشعر، كيكون كثير الناس كيطيح لهم الشعر. بهاد جوج مكونات كي كتشوفوا الثومه، والثومه كناخذوا الثوم الاحمر بحال هذا كي كتشوفوا في هذه الصوره هذه. الثوم الاحمر هما اللي كنحتاجو. كاينين الناس المعيافات كيبقاو ما كيستحملوش الثومه، ولكن مع هاد العود قرنفل او المسمار، كيقولوا المسمار، كيقولوا عود قرنفل. بهذا العود القرنفل كي كيلفت كيتلف الريحه ديال الثومه، ما كتشميهاش. يعني تقولي انك ترشي شعرك وتقولي ريحه الثومه في راسك، لا، ما كاينش، كتشمي غير ريحه قرنفل. كنحتاجو كسرونه، وهاد الثومه هادي كناخدو 7 حبات. كناخدو الثوم الاحمر 7 الحبات اللي كنستعملوهم في هاد الوصفه هادي. ساهلين، كيتواجدوا في الدار. الثومه كتواجد في الدار، يعني ما غاديش تجيبيها بشي حاجه. قرنفل الا كان عندك متواجد، لما كتواجد غادي تشريه. يعني غادي نحتاجو غير 7 الحبات. كنحتاجو 7 الحبات ديال الثومه، وكناخدو 7 الحبات ديال المسمار. يعني واحد، ها جوج، ها 3، ها 4، ها 5. انا كناخدهم بالريوس ديالهم كيكون فيهم، كنخرجوا داك الفراغات. ها 6، ها 7. درنا 7 من الثوم و7 من المسمار. كنديرو هاد ال7 هادو، وكنديرو معاهم زلافه ديال الماء. ضروري زلافه ديال الماء كنديرو باش يطبخ مده 4 ساعات. كنطبخوها، كنخليوه يطبخ مده 4 ساعات. كان ياخذ معاه 4 ساعات، كان ياخذ معاه نص ساعه على حسب الثومه واش غادي طيب لك دغيا ولا لا. ديروا على بوطه مهينه تكون باش طيب لكم على خاطر خواطرو. الا شفتوا الماء شرب لكم، زيدوها الماء. المهم تتخليوه تطلق المفعول ديالو بزاف، باش الثوم خصو يكون طاب لينا مزيان. انتم من بعد غلا غادي نخليه يزيد يطيب حتى يكمل الطياب ديالو. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيطيب. الناس اللي تقولك ريحه الثومه، راه ما غاديش تشم ريحه الثومه. انا جربتها وعطاتني مفعول زوين. مع هذا الخريف كيطيح الشعر بزاف بزاف، كلشي كيعاني مع هذا الخريف بتساقط الشعر، ولكن مع هذه الوصفه هذه غادي تحس بالفراغات وكينبت لك الشعر، كينبت لك داك الشعر اللي عندك فيه الفراغات وكلشي. هنا من بعد ما طاب ليا كيف كتشوفوا طاب ليا، غادي نصفيه بصفايه. ناخذ غير الماء ديالو باش نديرو في الرشاشه باش نبقى نرش به الشعر. ممكن تستعملوا مده 3 ايام، مده اسبوع، بدلو كل، ولكن ديروه في الثلاجه ضروري. انا عندي هذا القرعه البخاخ خديته، غادي نعمر فيها هذاك باش كنبقى نرش كل نهار. ممكن انك تستعمليه كل نهار، مره انك تستعمليه مره في الاسبوع، كل واحد وكيفاش يبغي انسان. ولكن انا كنفضل انني ندير كل نهار، حيت ما في لا ريحه لا حتى شي حاجه. كنستعملو يوميا باش يعطيني النتيجه افضل افضل افضل، اكثر اكثر. المهم كل اسبوع بدلوه وعاودوا الوصفه بهذه الطريقه هذه، حيتاش بحال كيضيع ولا ما عرفت. المهم كيمشي المفعول ديالو. المهم من احسن كل اسبوع تبدلوا هذه الوصفه هذه. ديروا وصفه مره ثانيه تعاودوها. شوف معمرتها مع هذه القرعه هذه انتما كتشوفوا. دابا هذه غتبقى عندي نديرها في الثلاجه، فوق ما نبغيها كل نهار نبقى نرش شعري. كنرش بها الشعر كل يوم. ممكن ديرها مره في الاسبوع، لكم الاختيار. هذه عندي الثومه هنا ما غاديش نضيعها، وهاد القرنفل ما غاديش نضيعو. غادي نحيد لها القشره كيف كتشوفوا معايا. غادي نحيد القشره كاملين، ما نضيعش لا قرنفل لا هذه الوصفه الثانيه. ممكن انك تستغليها مكونان واحده. المهم خديت هذاك الشيء كنعمس عليه، كنبسطو بحال هكا كتشوفوا. من بعد ما
القرنفل كيتبزط كذلك، والثوم حتى كتبزط كيف كتشوفوا بحال الطريقه هذه. ممكن انكم تهزوها ديروها في الشعر ديالكم بداك الفراغات، تحطوها بحال هكايا، تخليوها على شعر مده ساعه في داك الفراغات، تحطوها بحال الطريقه هكا. ملي كدوز الساعه كتحيدها، كتكون يبسات، كتحيدها بحال شي قشره، كتحيديها من راس داك البلاصه الفراغ مده ساعه. وممكن انك تستحمي بحال دابا هاد النهار غادي تستحمي، ديريها صوبي هاد الطريقه، هاد الوصفه هادي، وديري هاد الثوم هذا اللي عندك بلاصه الفراغات كتيبس من مده ساعه، كتحيديه ومرها دوشي. وهادي خلاص. من بعد ما تدوشي تبقى كل نهار ترشي بهاد البخاخ زوين زوين بزاف بزاف. كيعالج تساقط الشعر، كيعالج الفراغات الشعر، كينبتوا وكيطولوا. يعني بهاد الثوم وبهاد الجوج وصفات ممكن انك تستغني عن هذاك الثوم، ما بغيتيش ديري في الراس، ديري هاد البخاخ فقط. كل واحد لكم الاختيار، يعني لا بغيتو النتيجه افضل استعملوهم بجوج. بغيتي تستعملي غير بخاخ حتى بخاخ زوين استعمليه كذلك. ونتمنى انكم يعجبكم هذا الفيديو. ما تنسوش الاشتراك بالقناه ليصلكم جديد ان شاء الله.